أهلا بكم متابعي قناة ملوك البلابل. من أسباب موت فرخ البلبل فجأة، لأن الكثير من مربي طيور البلابل يلاحظ أن البلابل تموت فجأة وهي بصحة جيدة. طبعا ذكرت لكم في المقطع السابق أسباب الموت أو أسباب خمول التي تجعل فرخ البلبل خامل، ومن أهمها وأخطرها هي التكييف أو المراوح. عند تعرض البلبل لتيارات هوائية باردة نلاحظ أن البلبل يموت فجأة. فقد حذرت في مقاطع سابقة عدم وضع البلابل أو فراخ البلابل أو أي طيور تربيها فتحت التكييف تحت برودة قوية أو عند تيارات هوائية قوية، مثلا في البلكونة إذا كانت التيارات الهوائية يعني يوجد رياح قوية، أو في غرفة يوجد فيها تكييف أو مروحة، لأن التيارات الهوائية تضر الطيور وتؤثر عليهم وتسبب لهم التهابات في المجرى التنفس وفي الحلق، وهذا الالتهاب يتطور ونلاحظ أن البلبل يبدأ في الخمول، يكون خامل لفترة وبعدها يموت فجأة، رغم أن البلبل يأكل بشكل جيد وصحته جيدة، ولكن يعني في يوم وليلة نلاحظ أن البلبل ميت. لو تلاحظوا هذا الفرخ، هذا البلبل كيف ميت، وتلاحظوا أن صحته جيدة ما شاء الله تبارك الله، ولكن مات فجأة بسبب التكييف أو البرودة الزائدة. طبعا هذا البلبل عند واحد صديقي أخبرني أن البلبل أو فرخ البلبل مات عليه فجأة، فتفحصت البلبل واكتشفت أن هذا الفرخ مات بسبب البرودة، لأن صديقي كان يضع الفرخ داخل الغرفة، والغرفة كانت درجة البرودة عالية جدا، وكان الفرخ ما شاء الله تبارك الله بصحة جيدة وريش جيد، ولكن مات فجأة بسبب البرودة الزائدة. حبيت أن أطرح لكم هذا الموضوع ليستفيد الجميع، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.